السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد النجار من قناة جرافيك مايند ستوديو. في السلسلة دي ان شاء الله هنعمل حاجة مختلفة تماما عن الفيديوهات اللي فاتت. هنحاول نوظف بلندر في شغلنا بشكل احترافي اكتر، يساعدنا اننا نطلع كرييتيف فيجوالز عالمية تديك لمسة خاصة بيك وتميزك عن اي حد في شغلك. ان شاء الله السلسلة دي هتبقى عبارة عن فيديوهات متصلة عشان نطلع فيجوال واحد كامل في الاخر. الكورس ده هنتعلم باذن الله الموديلنج واللايتنج والكاميرا وتفاصيل تانية كتير، هنطلع منه فعلا قادرين نحط لمسة ال 3 دي الخاصة بينا في شغلنا. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. فكرة الإعلان باختصار إننا هنعمل إعلان عن اسبراي لقتل الناموس، وهنصور الاسبراي ده كأنه على ترابيزة ومفتوح وجواه غرفة أطفال وفيها مثلا طفل نايم. المشهد كله هيكون في بيت والإضاءة تكون ليلية عشان تعبر عن الفكرة إنه بيحمي من الناموس بالليل والجو ده. وان شاء الله هعرض لكم المود بورد اللي كونت منها الفكره، ولو في سكتش بسيط للفكره هعرضه برضو على الشاشه بحيث تكونوا متخيلين معايا المشهد النهائي. في الفيديو ده هنبدا بالموديلنج، هنموديل المنتج الخاص بالاعلان بتاعنا وشويه حاجات تانية هتفيدنا في صناعه الفيجوال قدام. يلا بينا نبدا. طيب زي ما احنا عارفين لما بنفتح برنامج بلندر بنلاقي عندنا 3 حاجات: الكاميرا والبوكس واللي هو الكيوب والاضاءه. تمام، فاحنا طبعا مش محتاجين اي حاجه من دول فهنمسحهم. هنشيفت اول واكس ديليت، وهننزل الصوره الريفرنس بتاعنا. هنيجي هنا شيفت ايه، هننزل الريفرنس بتاعنا. تمام، انا مش هعمل ازازه الريد دي بالظبط زي ما هي، انا هعملها بس اصغر شويه او اقصر شويه. هظبط بس الزاويه بتاعه الريفرنس بتاعي، خليها 90 هنا 0 هنا 0. وهاجي هنا في الاعدادات بتاعه الصوره نفسها افعل الاوباستي واقللها شويه. تمام، وهتكه واحد عشان ابص فرونت فيو. اول حاجه هعملها هعمل الغطا بتاع الازازه، فهنزل سيركل وهقلل الفيرتكس بتاعتها اللي هي البوينتس اللي بيتكون منها الفيرتكس دي، هقللها هخليها مثلا 9. تمام، وهخش تاب عشان اخش الايديت مود، وهدوس ايه عشان احدد كل النقط بتاعتي. هفعل المربعين دول عشان اشوف الريفرنس بتاعي وانا بموديل. هطلع فوق وزوم اوت كده. تمام، بعدين هتكه اي وانزل شويه واروح مكبر كده بالاس، وانزل كده واروح مكبر كده شويه بالاس، وهكذا افضل ماشي على الغطا بتاعي واروح نازل كده لحد اخر الغطا. تمام، دلوقتي طيب انا كده عملت البيز موديل بتاعي. لو لاحظنا هنلاقي ان الجزء ده داخل لجوه شويه، فعايزين نعمله اول حاجه هنقسم الموديل بتاعنا اللي احنا عملناه ده بالنص كده، عشان احنا لو لاحظنا هنلاقي ان النصين ان الغطا بتاعنا مقسوم بالنص، نفس النص ده شبه النص ده بالظبط. وهاجي هنا اختار السكينه دي النايف. تمام، واروح ماسك كده احاول امشي على الرسمه بتاعتي. تمام، وادوس انتر. انا عملت دلوقتي مشيت على الجزء ده اللي هو الجزء بتاع اللي بيحدد الجزء اللي داخل لجوه. لو انا جيت حاولت ارسم هنا كمان مش هيطلع بنفس الشكل اللي انا عامله هنا في الاول. فعشان احل المشكله دي اعمل ايه؟ همسح الجزء ده واستخدم الميرور. لو انا استخدمت الميرور هو اوريدي عمل لي الجزئين اللي شبه بعض، بس الحته دي عايزه تتظبط اكتر. هظبط الموديل كده بتاعي شويه. تمام، وهفعل الكليبنج عشان الاتنين يلزقوا ببعض، وهشيل دي اشوف كده شكل الموديل بتاعي ايه، واقفل ايه من فوق. تمام، واسيب من تحت لان الغطا بيبقى مفتوح من تحت. اروح طالع سنه كده واروح محدد بقى الجزء بتاعي اللي احنا قطعناه. تمام، واروح داخل بيه بالاي كده، داخل بيه لجوه، وهشوف الشكل بتاعي عامل ازاي. تمام، انا كده عملت الجزء اللي داخل جوه. ونيجي نعمل هنا عايزين يكون سموز اكتر، فهنزود السب ديفيجن. ماشي، تمام كده انا عملت الجزء اللي داخل لجوه. وانا شغال كده لاحظت ان في كسر في المنطقه دي والحته دي بارزين كده. ليه؟ لان في نقطه هنا تعتبر زياده، يعني النقطه دي
بصوا يعني لو عدينا هنا واحد اتنين تلاتة مفيش قطعات في النص، لكن هنا عشان في قطعة في النص فحصل كسر في الموديل بتاعي. عشان احل المشكلة دي هختار هسلكت النقطتين واتكة ام وهعمل ميرج ات سنتر. تمام، هنلاقي الشيب بتاعي بقى سموث اكتر، وهخفي الريفرنس بتاعي. عايز اعمل بقى الجزء بتاع السبراي اللي بيبخ منه اصلا، هتكة شيفت ايه، هنزل سلندر وهقلل برضو الفيرتكس بتاعته مثلا لتسعة. ده الجزء اللي هو ايه، لو احنا شفنا الريفرنس بتاعنا، دايما يا شباب تبصوا على الريفرنس وتدققوا فيه تشوفوا شكله عامل ازاي، بيبقى يعني الشكل بتاعه عامل ازاي، ايه إيه اللي داخل ايه اللي طالع، تركزوا على الايدجز اللي داخله واللي طالعه عشان تفهموه تحللوا المنتج بتاعكم. فاحنا دلوقتي ظهرنا، لو انا لاحظت هنا دلوقتي الموديل بتاعي هلاقي ان في الكاب دي وجوه منه حته كمان برضو داخله لجوه. تمام، فانا بعد ما عملت دي اروح مطولها كده ماشي، واروح مدخلها لجوه. تمام، ليه؟ عشان زي ما قلنا الريفرنس في الجزء اللي داخل جوه، يعني ده برضو مقطوع وجوه منه بقى هو الزرار اللي بيتبخ منه. وهنزل سلندر تاني واطلع بيه، واروح مقدمه كده لقدام. تمام، لو لاحظت هلاقي ده ظاهر كده بره. تمام، هنا عدلها سيكنس شويه، فاجي عند السولدفاي واروح مزود السيكنس شويه، واجي هنا اعمل بقى ايه النقطه اللي بيتبخ منها. طيب هاجي هنا اروح اعمل كات لوب واروح واخد دي اعمل لها سب ديفيجن. تمام، وهروح اعمل اي، وهاجي هنا لوب تولز اختار السيركل. تمام، وبالايه اروح مدخلها لجوه كده شويه. كده انا بقى عندي الايه الجزء بتاع السبراي من جوه، واعمل كات لوب ليه؟ لان انا لما اجي اعمل سب ديفيجن هو تمام. واحده كمان. تمام، ممكن اتك سلاش كده واخده هنا لوحده عشان احل الكسر اللي فيه. وهنا واحده كمان، انست. طيب كده انا عملت الغطا بتاعي. تمام، وهدي هنا سولدفاي برضه عشان نديلها سيكنس شويه. ممكن واحده كمان. بص عملنا كفايه واحده. طيب عايز انزل بقى بالبادي بتاعي، فهاجي اخش هنا اديت مود واروح محدد ده وعامل، عملت الغطا بتاعي بالزرار بتاع السبراي، والموديل بتاعي زي ما احنا شايفين كلين، ما فيهوش اي كسور، ما فيهوش اي حاجه. هنيجي نعمل بقى البادي نفسه، اروح مزودينها كده 10 عشان يبقى فيه ال الكات لوب اللي في النص دي عشان تساعدني في الموديل. زي ما قلنا هنحل المشكله بتاعه الكسور بتاعه الارض دي بالانست. تمام، دلوقتي لو لاحظنا هنلاقي ان الريفرنس بتاعنا بيبقى دايما في الازاز بتاعه السبراي دي بيبقى فيها حته زياده كده طالعه. تمام، ميتال، وفي نفس الوقت داخل لجوه. تمام، فهنيجي هنا نروح مزودينها كده احنا عملناها، وفي نفس الوقت الجزء ده بيبقى داخل لجوه كده. ممكن نقللها واحد كمان، نزود هنا الليفل. تمام، وفي نفس الكلام هنا فوق
بيبقى فيه بارزة برضو شوية كده، فهنيجي نخليه بارزة كده شوية. طيب دلوقتي انا عملت الازازة بتاعتي الاسبري نفسها، تمام. نراجع كده الموديل من كل الزوايا. تمام. طيب هنزل امتي عشان اربط كل جزء بالجزء بتاعه، تمام. انا عاجي هنا اختار الاجزاء بتاعه الكاب بتاعتي واسلكت الامتي وكنترول بي كده، انا الاجزاء بتاعتي كلها بتتحرك في مع بعض. نفس الكلام هنا، الاتنين دول كنترول بي كده البودي بتاعي بيتحرك معاه. طيب عايزين هنعمل برضو اللي هي الغطا اللي هو بيبقى فوق، اللي هو بيبقى غالبا يا اما شفاف يا اما اسود. شيفت ايه وننزل سلندر برضو. كده انا عندي ازازة السبراي بالغطا بتاعها بالسبراي نفسه، تمام. وننزل امتي برضو بحيث ان احنا نربط الغطا ده بالامتي بتاعته. كنترول بي كده انا بقى عندي كل حاجة مربوطة بالامتي بتاعتها عشان يسهل عليا الحركة. تاني حاجة عايزين نعملها، لو احنا لاحظنا في الريفرنس والمود بورد اللي احنا عاملينه، ان احنا مفرغين جزء من الازازة عشان نحط فيه السرير بتاع الاطفال ونحط فيه الاجزاء بتاعتنا. انا هاجي هنا في الموديل بتاع البودي بتاع السبراي نفسه، نحدده لوحده كده، ونيجي نشوف بقى نقدر نعمل ايه. احنا لو جينا هنا شفنا الموديل بتاعنا، تمام. فممكن نعمل ايه؟ عايزين نقص جزء كده اللي هو هيبان معايا جوه منه الروم نفسها اللي احنا هنعملها. فهختار الاوجه دي والتكه اكس واقول. فاحنا لو جينا بصينا هنلاحظ ان الجزء اللي احنا زقينه من تحت ده ظهر معانا. فاحنا عشان نحل المشكله دي عايزين ننزله شويه كده، تمام. يعني هننزله كده، هنبص كده نشوف بحيث ان هو يختفي من الجزء ده، عشان دي هتبقى الارضيه بتاعتنا بتاعت الروم بتاعتنا، تمام. وهاجي اختار ايدجز من دول واتكه كنترول دي بعدين بي عشان افصل السليكشن ده، واحدد الجزء ده واتكه تاب واقفله اف كده عشان اقفله، تمام. واعمل الارضيه بتاعتي. هاجي هنا سلكت اوريجن عشان الاوريجن بتاعي يبقى في النص، تمام. واخلي الارضيه بتاعتي هنا، اقللها كده شويه. تمام كده انا عملت الارضيه بتاعه الروم. طيب ايه تاني عايزين نعمله؟ احنا عايزين نعمل الروم يبقى فيها حيطه، ويعني حيطه يمين وحيطه شمال، واحنا هنا شايفين ان هو في نص دايره، يعني هو نص دايره احنا عايزين نعمله حيطه. فاحنا الموضوع ببساطه هننزل بلين كده وهنروح لفينها بالظبط، صغرينها كده في اتجاه الموديل بتاعنا، وقاسمين الروم بتاعتنا كده. اهم حاجه عندي ان البلين دي ما تبقاش ظاهره، يعني طالعه من الجناب، تمام. وبعدين دوبليكيت اتجاه التاني. لو جينا بصينا نلاقيها اطول شويه فهنقصرها كده. كده انا عندي الروم بتاعتي بقى عندي حيطه هنا وحيطه هنا، تمام. نرجع كده نشوف بقى الموديل نفسه. طبعا الغطا ده انا فكرت في فكره ان هو يبقى ايه، يعني واقع كده جنب الازازه عشان الازازه تكون مفتوحه، تمام. مش عارف بقى لسه هتبقى مثلا في الاتجاه ده، يكون مثلا كده. طبعا في الفاينل ريندر واحنا بنفنش ساعتها هنحدد الحاجات دي. طبعا زوم بقى وقرب عشان الحاجه الشغل يطلع مظبوط، وخد وقتك.
يعني الشغل البيرسونال وانت بتحاول تستعرض فيه عضلاتك، تحاول تاخد وقتك قوي في الشغل، يعني مفيش حد بيستعجلك. انت لا، شغل الشركة بيبقى في عميل في قصة، فانت بتبقى ايه، الدنيا بتجري شوية. لكن البيرسونال دلع الشغل ليك يعني، انت بتستعرض قوتك. فننزل كده نعمل سقف هنا كده. احنا حضرنا الموديل بتاعنا للفكرة اللي احنا عايزين نعملها. عملنا السبراي، عملنا الروم بتاعتنا. ممكن نعدل في الموديل قدام واحنا شغالين، لسه مش عارفين، ممكن لا نثبت على كده. فان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنكمل مع بعض نبيلد بقى الروم دي ونشوف الشكل النهائي. وبعد كده طبعا هنحط اللايتنج بتاعنا ونكمل السين بتاع الغرفه الخارجيه طبعا، عشان السبراي دي هتبقى على ترابيزه وفي غرفه خارجيه. فلسه ان شاء الله نكمل مع بعض في الفيديوهات الجايه. وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يظهر لك بقى باقي الفيديوهات ان شاء الله في الفتره الجايه. واستنوني في الفيديو الجاي. شكرا.